بالرغم من ان باتمان ما عندوش اي قدرات خارقة الا انه بطريقة ما قدر يبقى جزء من احداث بيتنازع فيها آلهة وقوى كونية ويخرج منها عايش. والاغرب من ده كله انه تقريبا من اقل الشخصيات اللي ماتوا فعليا في الكوميكس، بينما في ابطال تانيين اقوى منه بكتير ماتوا يجي 500 مرة. على سبيل المثال انا عملت فيديو زمان عن المرات اللي سبايدر مان مات فيها في الكوميكس قبل كده وازاي قدر يرجع للحياة تاني، علشان كده قلت ليه ما اعملش فيديو مماثل لواحد من اكثر الابطال شعبية في كوميكس دي سي. قبل ما نبدأ عايز اوضح اني هذكر المرات اللي باتمان مات فعلا فيها، يعني فرفر وشبع موت، مش هذكر الاوقات اللي وقع فيها في غيبوبة او قلبه توقف بشكل مؤقت او اي حاجة شبه كده، وبرده مش هذكر المرات اللي باتمان زيف فيها موته لانه بيعمل الحركة دي كتير وبنفتكره مات ونقعد نعيط ويطلع في الاخر عايش زي القرد عادي. الفيديو ده هيشرح المرات اللي باتمان مات فيها تماما وازاي قدر يرجع للحياة تاني. زي ما قلت باتمان هو من اقل الابطال اللي ماتوا في الكوميكس، ولكن ده بينطبق فقط على نسخته من اكوان دي سي الرئيسية نيو ايرث وبرايم ايرث، لكن باتمان في الاكوان التانية كان ملطشة الحقيقة، وفي نسخ كتير منه ماتت موتات بشعة. فانا هلتزم فقط بالاحداث اللي حصلت في نيو ايرث وبرايم ايرث وهتجاهل الاكوان التانية باستثناء النسخة بتاعته في كون ايرث 2، وده ببساطة لان النسخة دي كانت اول باتمان يظهر في تاريخ الكوميكس، فعيب يعني يبقى اول باتمان في التاريخ وما نذكرش مات ازاي. اول ظهور لباتمان زي ما كلنا عارفين كان في سلسلة ديتكتيف كوميكس سنة 39، ولكنها كانت بتقع في كون حاليا مسمى بايرث 2، وده خلوا بالكم مختلف كتير عن ايرث 2 وايرث 2، كل واحد من الثلاثه دول كون مختلف. الله يسامحك يا دي سي. عموما باتمان ده بيفضل مكمل لوقت طويل جدا وظهر في قرابه ال 600 قصه، وفي اواخر مغامراته بيبدا يقرب اكتر من سيلينا كايل المعروفه بكات وومن، وبيقع في حبها وبيكشف لها هويته الحقيقيه كبروس وين. وطبعا بما ان كات وومن كانت ست رد سجون، باتمان اضطر يستناها لحد ما خلصت الاحكام اللي عليها، وبعدين قرروا اخيرا يتجوزوا وعاشوا في حب وسعاده لمده 20 سنه، خلالهم خلفوا بنت صغيره سموها هيلينا، واللي لما كبرت اصبحت بطله خارقه تحت لقب هانترس. ولكن للاسف السعادة دي ما بتكملش للآخر، وكات وومن بتموت لما بتصيبها رصاصة طائشة أثناء معركة باتمان مع مجموعة من اللصوص. بعد موت مراته وحب حياته، باتمان كان خايف إن بنته تبقى يتيمة الأب والأم وهي صغيرة زي ما حصل معاه وهو طفل، علشان كده قرر إنه يعتزل دور باتمان، ولكن بما إنه كان لسه عايز يلعب دور في مكافحة الجريمة أصبح مفتش شرطة بدل جيمس جوردن. لكن بعديها بفترة اكتشف إنه جاله سرطان من كتر التدخين، يعني بنته برضه هتتيتم، مفيش فايدة. الكتاب بيحبوا يعذبوا في باتمان قوي زي ما انتم شايفين، ولكنهم اخيرا قرروا يجيبوا اجله ويريحوه في العدد 462 من المجلد الاول من سلسله ادفنتشر كوميكس. القصه دي بتبدا بشخص غريب كده واقف في وسط المدينه وبيدعي انه عنده قدرات خارقه مدمره، وهدد انه هيدمر المدينه كلها لو المفتش بروس وين ما جاش واجهه حالا. بنتفاجئ بعد كده ان الادعاء ده حقيقي، والشخص ده بالفعل عنده قدرات خارقه قويه جدا لدرجه انه هزم فرقه العداله كلهم لما جم يواجهوه. بنكتشف بعد كده ان الشخص ده اسمه جينسون وعايز ينتقم من بروس وين لانه على حسب كلامه بروس لبسه جريمه هو ما ارتكبهاش علشان خاطر يترقى ويبقى مفتش. بروس وين كان واقف قريب من الشخص ده وسمع كلامه وبقى مستغرب هو ليه بيقول انه لبسه قضيه، خصوصا ان القضيه كانت واضحه وكل الادله بتقول انه هو مذنب. بروس وقتها كان عارف انه كده كده بيموت بالبطيء بسبب مرض السرطان اللي عنده، علشان كده قرر يخرج من اعتزاله ويرجع تاني يلبس بدله باتمان للمره الاخيره. باتمان بالفعل راح واجه جينسون وجها لوجه. جينسون طبعا استخدم قوته في مهاجمه باتمان، وده تسبب في ان قناعه اتقطع، وجينسون اكتشف ان باتمان هو في الحقيقه بروس وين. جينسون اتعصب اكتر واكتر لدرجه ان قدراته وصلت لاقصى صوره ليها وانفجر، وطبعا الانفجار ده قتله، ولكن برضه خد معاه باتمان. باتمان مات، وفي جنازته حضر جميع الابطال الخارقين اللي شاركوه العديد من المغامرات واللي بقوا مش عارفين يتقبلوا ان خلاص كده باتمان مات للابد، ولكن ده فعلا حصل. في العالم ده باتمان مرجعش للحياه تاني وفضل ميت لحد ما العالم كله اتمحى من الوجود بعد احداث كرايسيس اون انفينيت ايرثز. خلينا بقى نتنقل لكون نيو ايرث، واللي اصبح كون دي سي الرئيسي في الكوميكس لسنين طويله. في الكون ده باتمان مات في قصتين، ولكن اول قصه منهم مات فيها يجي 1000 مره ولا حاجه. القصه دي زي ما كتير منكم خمن هي قصه
قصة امبرر جوكر. انا شرحت القصة دي كاملة بالتفصيل قبل كده على القناة، هسيب لكم الرابط بتاعها في الديسكريبشن، لكن هنا انا هشرح الاختصار بتاعها فقط. في القصة دي جوكر بيقدر يخدع الكائن الخارق اللي اسمه مستر مكسسبيتليك انه يديله 99% من قدراته. طبعا جوكر استخدم قدرات التلاعب بالواقع اللي اكتسبها دي في انه يشكل الكون كله على مزاجه، وبعد كده باستخدام قدراته الشبه لا متناهية بقى يحكم الكون ده بشكل مطلق تحت لقب امبرر جوكر او الامبراطور جوكر. جوكر عمل بلاوي كتير بالقدرات دي، يعني مثلا خلى فرقة العدالة مكونة من مجموعة من الاشرار بقيادة بيزارو، خلى سوبرمان محبوس في مصحة اركام وبيضطر يهرب منها كل يوم، وكل يوم بيتقفش ويرجع تاني، خلى لويس لين بقت بدل ليكس لوثر وقرعة برضه زيه، وخلى السما بتمطر فطير بدل مية، علشان ليه لأ فطير. ولكن جوكر كان محوش حاجة مميزة العدو اللدود، وبنكتشف لاحقا انه مكتف باتمان وبيعذبه كل يوم لحد ما بيموت من كتر العذاب، وبعدين بيصحيه من الموت اليوم اللي بعده ويقعد يعذب فيه تاني لحد الموت، وبعدين يرجعوه في اليوم اللي بعده ويكرر نفس التعذيب. وواضح ان العذاب ده كان بشع جدا لدرجة ان صريخ باتمان كان بيسمع المدينة كلها كل يوم. الحال ده فضل كتير جدا، كل يوم عذاب حتى الموت، لحد ما سوبرمان اخيرا جه انقذه وحرره من العذاب الابدي ده. وبالرغم من انهم في نهاية القصة بيقدروا يهزموا جوكر ويرجعوا الكون لحالته الاصلية، الا ان ذكريات العذاب والموت المتكرر اللي في دماغ باتمان حطمته تماما، وكان هيفضل كده لولا ان سوبرمان تطوع وخلى الكائن الكوني اللي اسمه ذا سبكتر ينقل الذكريات دي ليه هو بدل باتمان علشان صديقه يقدر يعيش. المرة التانية اللي باتمان مات فيها في نفس الكون بتاع نيو ايرث كانت في العدد 74 من المجلد الاول من سلسلة جاستس ليج اوف امريكا. العدد ده كان جزء من قصة اسمها ذا اوبسيديان ايج، ودي حوار كبير كده الجاستس ليج بيحاربوا فيه جماعة اسمهم ليج اوف انشنتس، واللي يبقوا ناس قادرين على استخدام السحر، وكان بيتم التلاعب بيهم من قبل شريرة اسمها جيمامني، تقريبا هي بتتنطق كده، واصبحوا معادين لاكوامان. طبعا ده كان سبب كافي انهم يكونوا اعداء للجاستس ليج برضه، والمواجهة الحاسمة بينهم بدأت لما بنكتشف ان الليج اوف انشنتس خطفوا ذا فلاش وقطعوا رجليه، وبفضل بعض قدرات السفر عبر الزمن الليج اوف انشنتس كانوا عارفين نقاط ضعف الجاستس ليج، وعلى مدار العدد ده بنشوفهم هم بيقتلوا في الجاستس ليج واحد ورا التاني. باتمان ووندر وومن حاربوا جنب بعض وماتوا جنب بعض، وبعد المذبحة دي بنشوف جثث الابطال متعلقين بينما اللي قتلوهم قاعدين بيحتفلوا. طبعا الحال ده ما بيستمرش، وفي واحد من الليج اوف انشنتس اسمه مانيتو ريفن بيدرك ان الجاستس ليج مش اشرار ولا حاجة زي ما جيمامني مفهماهم، علشان كده يستخدم السحر في انه يرجع ابطال فرقة العدالة على شكل اشباح، وبعدين ادى الاشباح دول القدرة على التحكم باجسامهم الميتة علشان يحاربوا جيمامني، وده لان جيمامني عندها القدرة انها تمتص اي شخص حي، ولكن بما انهم ميتين ده هيديهم فرصة ضدها. جيمامني لما ادركت انها بالطريقة دي مش هتقدر عليهم اضطرت انها ترجعهم للحياة تاني علشان تعرف تحاربهم، ولكنهم في النهاية قدروا يتغلبوا عليها ويمنعوها من تنفيذ خططها في السيطرة على العالم. هو اي نعم باتمان ما فضلش ميت كتير ورجع للحياة بفضل شوية سحر وسفر عبر الزمن وحاجات زي كده، الا ان ده ما يغيرش انه بالفعل اتقتل على ايد خصم، وبالتالي كان لازم نذكر الحادث ده. دول كل القصص اللي نسخة باتمان في كون نيو ايرث مات فيهم، وده ينقلنا لكون جديد تماما واللي اصبح كون دي سي الرئيسي بعد اخر ريبوت ليهم، وهو كون برايم ايرث. في الكون ده باتمان مات مرة، بالاخص في العدد ال40 من المجلد الثاني من سلسلة باتمان. في العدد ده بنشوف معركة بين باتمان وعدو اللدود جوكر في كهف مليان مادة خارقة اسمها دايونيسيوم بتقدر ترجع الاموات للحياة. المهم الاتنين بيفضلوا يحاربوا بعض حتى الموت، والكهف اللي هم فيه بيتهد عليهم وهم الاتنين بيموتوا جنب بعض. ولكن طبعا الموضوع ما بينتهيش هنا، ومادة الدايونيسيوم اللي في الكهف بترجعهم هم الاتنين للحياة تاني وبتشفيهم من كل الجراح بتوعهم، ولكنهم بيرجعوا من غير ذكريات. جوكر جلده بيرجع طبيعي تماما وبيرجع بني ادم طبيعي مش مجنون، بينما باتمان بينسى انه كان في يوم من الايام بطل خارق. الفريد استغل الموضوع ده وما قالش لبروس على الماضي بتاعه كباتمان، بل وبقى يسكت اي حد يحاول يفكره بالموضوع، وده لانه عايز بروس يعيش اخيرا حياة طبيعية بعيدا عن الهم والتعب اللي عاشه طول حياته. ولكنه طبعا ما قدرش يخبي عليه لفترة طويلة، وبروس بيبدأ حبة حبة يكتشف ماضيه، واجبر الفريد انه يقول له كل حاجة ويقول له على مكان البات كيف. بروس وين بعد كده قرر ان العالم محتاج باتمان من جديد، وقدر يستعيد ذكرياته باستخدام آلة كان مصممها زمان ورجع تاني كحامي جوثم. وبالمناسبة الجوكر برضو رجع لجنانه القديم ورجع تاني شرير. دي كده كل القصص اللي باتمان مات فيها في اكوان دي سي الرئيسية. في نسخ تانية من باتمان ماتوا في اكوان تانية، بس الفيديو هيطول قوي لو فضلت اقولهم كلهم، علشان كده قلت اركز بس على باتمان الرئيسي. لو في قصص تانية نسيتها فكروني بيها في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل جرس الاشعارات علشان ما تفوتوش اي فيديو جديد، وبرضو ما تنسوش لايك لصفحة الفيسبوك اللي الرابط بتاعها مكتوب على الشاشة، وهسيبه لكم برضو في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.